السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاميرا هذاكم فيديو اللي حطيته يوم الأمس والتقت فيه قناة جزائرية على الفيديو تاع إسلام السليماني، وكان كامل التعليقات وكامل الردود كانت الحمد لله كانت إيجابية. قال لك الحمد لله يعطيك الصحة، احنا ماذا بينا ما نشوفوش مثل هذه العناوين وهذه الفيديوهات اللي يولوا على المنتخب بالسلبي. يوم الأمس وصلتني بعض الرسائل من صحفيين قال لك شغل راك اتاكي في الصحافة الجزائرية. الحمد لله أنا مانيش ضد الصحافة الجزائرية، بالعكس نحترم الصحافة الجزائرية وعندي أصدقاء. أنا الغرض من هذا الفيديو كان عندي نقد شغل بناء. احنا ما بغيناش نشوفوا مثل هذه الفيديوهات اللي تكون سلبية على المنتخب الوطني. كيما سليماني قال لك ما تصورنيش، خلاص ما تصورهاش وما تحطهاش اصلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحطهاش في القناه، خاطر راح تكون سلبيه على المنتخب الوطني. زادوا يوم الامس ثاني شفت فيديو على يوسف بليلي، كان شفتو ذاك الفيديو بعد المباراه اللي كملت، راحت الصحافه والمراسلين القنوات الرياضيه الجزائريه توجهت ديرة يوسف بليلي باش يعطيهم حنا نقولوا تصريح على نتيجه المباراه بين المنتخب الجزائري وطوكو. اللاعب رفض باش يدير حنا نقولوا التصريح تاعو، رفض ومن حقه، قال لهم انا ما نقدرش ندير التصريح باسكو راني عيان هكذا، لازم حتى حنا نقولوا ناخذ ريكوبيري، حنا نقولوا ريكوبيري لينيرجي. دونك انت انا كصحفي ولا اللي راك تصور باش تحاول توصل رساله للمشاهد الجزائري، علاش تصور ديك اللقطه وتبعتها؟ واش الفايده منها؟ سيد قال لك انا ما نقدرش راني عيان، خليني حتى نريح وندير معك تصريح عادي جدا. يعني كي تروح تريح تكلم معاه في الندوه الصحفيه ولا كي تلقاه ولا من بعد كي تكلم معاه وحطها للمشاهد الجزائري، ماشي ديك اللقطه تحطها. علاش؟ الله اعلم. المغزى من هذه مانيش عارف، بارونتيز مانيش عارف. البارح تسلم علي واليوم تاع يوسف بليلي وغدوه والله ما نعرفش كيف. انا قلت لكم انا الفيديوهات والله ما نبغيهم، يعني واحد من الناس والله ما نبغيهم، بس كي نشوف هذا الفيديو هكا نحس بلي نقطه سلبيه راح تولي للمنتخب الجزائري. فهي هكا باش نتفاهموا، ومانيش ضد اي صحفي جزائري، انا نحترمهم وماذا بكم نزيد نعاود نقولها، وراني كل يوم ندير كيما هكا فيديو. اي حاجه ما تعجبنيش نحطها باذن الله، ندير عليها فيديو وننتقدها ان شاء الله. النقد تاعي يكون بناء، انا ما عندي حتى كي قال لك كره في الصحافه الجزائريه، بالعكس نحترمهم والحمد لله. عندي اصدقائي صحفيين ما شاء الله كاين يخدموا خدمه الله يبارك احترافيه بمعنى الكلمه، والعمل تاعهم نزيه. انا ماذا بيا نشوف صحافه تمثل الجزائريين احسن تمثيل وباحترافيه. واش نقول لكم خوتي في الاخير، الله يحفظكم وبارطاجوا لنا هذا الفيديو، وما تعاودش ديروا لنا غدوه جوا واحد اخر واحد راه يخاف. خلوا المنتخب الوطني يخدم، راه عنده بطوله معروفه كاس افريقيا. نتمنى له ان شاء الله التوفيق ويوفق الجميع، والسلام عليكم.